واش ما عمرك سولتي راسك علاش حتى حد ما كيحمل السبيطارات؟ وعلاش ملي كتسمع داك الصوت تاع الدونتيست عقلك كيوقف؟ واخا تكون عارف داكشي علاش كيصلح. نشرب قهوه في الصباح، لا ضروري نشرب القهوه في الصباح. فمنين جاوني هاد الافكار من الاساس؟ وغادي تصدم ملي غتعرف هادشي كامل اللي وصلنا ليه اليوم كان السبب والتجربه ديال واحد الكلب ديال بافلوف. اليوم غادي نعرفوا كيفاش قدر كلب يعلمنا كيفاش دماغ الانسان خدام، وكيفاش الاشياء اللي دايره بينا والاحداث اللي كيطراو لينا كيتحكموا في التصرفات اللي كيخرجوا من عندنا في كل نهار وفي كل ثانيه كندوزوها، وخاصه ملي كنكونوا في شي محيط معين مع شي ناس معينين. بحال بزاف ديال الاكتشافات اللي بانوا مواليها كيكونوا كيقلبوا على شي حاجه وحتى كيطيحوا في شي حاجه اخرى، وتما كيكتشفوا داك الاكتشاف المذهل. وبنفس الطريقه فكان يامك واحد العالم اللي كان مهتم بالفيزيولوجيا ديال الانسان واللي كان سميتو ايفان بافلوف. وهذا العالم اللي كيهتم بالوظائف الحيويه ديال الانسان كان كيدير التجربه ديالو على واحد الكلب. فاللي كان كيدرس ديك الساعات هو عمليه الهضم، ماشي كيفاش الانسان كيتعلم وكيفاش دماغه كيخدم. وهو كيدرس العلاقه ديال الافرازات ديال داك الكلب واللعاب ديالو مع عمليه الهضم. غادي يكتشف واحد الحاجه اللي غادي تاثر على الانسان من ديك الوقت وحتى الان، واللي كتبين كيفاش الانسان كيقدر يتعلم. وكثر من هذا الشيء كيفاش يقدر اي واحد يدير شي فعل لا ارادي بلا ما يفكر، اي ان الانسان كيتكونديسيون بالظروف اللي دايره به وبالاحداث اللي كطرا ليه. المهم هاد خونا راه كان كيتهلا في الكلاب، وياه كاع الكلاب اللي دار عليهم التجارب ديالو ما عاشوش بزاف، الا طول شي 10 ايام، ولا كان عنده 7 ديال الرواح كيفوت ديك 10 ايام بشويه. صفر هاد التجارب اللي دار راه غيرات لينا النظره ديالنا كيفاش كنشوفوا راسنا ومنين كيجيو التصرفات اللا اراديه اللي كندير. ولكن هاد خونا راه علام، فراه دوك الافرازات اللي كان كيجمع من الكلاب كانوا كيتباعوا كدواء المشاكل ديال الهضم في ذاك الوقت. المهم بافلوف كان محبوب ديال الكلاب في روسيا في ذاك الوقت. الكلب المسخوط غادي يديوه لعنده، دار مصنع كيشدهم فيهم وكيستخرج العصاره الهضميه ديالهم باش تتباع كتريتمون. التجربه اللي دار هي انه خدا واحد الكلب وحط قدامه الماكله، والكلب غادي يسيل اللعاب ديالو بطبيعه الحال ملي غادي يشوف الماكله واللحم. فاللحم هو اللي كيخليه يدير هذا التصرف اللي هو طبيعي، وهو اللي كيديكلونشي ديك النقطه في دماغه باش يقول ليه اللحم جاي. والدماغ كيعاود يصيفط رساله للجسم ديالو باش يقول اللعاب ديالو باش يسيل. فاللي غادي يدير بافلوف هو غادي يبدا يخدم واحد الجرس قدام الكلب قبل ما يعطيه الماكله. في الاول هذا الجرس ما كانش كيأثر على الكلب ملي كيوجد ليه الماكله، مي مع كل مره كيعاود فيها التجربه الكلب غادي غير يسمع الجرس يولي عارف باللي راه اللحم جاي وكيبدا يسيل اللعب ديالو. فكل مره داك الجرس كيتسمع اللحم غادي يجي. هذا الشيء تبروغرام عند الكلب بطريقه لا اراديه، بمعنى ان الكلب ربط في الجهاز العصبي ديالو الرنه ديال الجرس مع اللحم. فراه الجرس واللحم بجوج بيهم ولاو هما اللي كيخليو الكلب يعطي ردة فعل بيولوجيه للماكل بحيث كيسيل اللعب ديالو. ايوا العفريت ديال بافلوف اش غادي يدير؟ غادي يحيد اللحم وغادي يخدم غير الجرس بوحدو باش يشوف واش الكلب غادي تكون عنده نفس ردة الفعل ملي كيشوف اللحم ولا لا. والمفاجأة الكلب غادي يدير نفس ردة الفعل وغادي يسيل اللعب ديالو واخا ما كاين لا لحم ولا والو. وتما غادي يعرف بافلوف بان هذا هو اللي كيخلينا نبدلوا طريقه التفكير ديالنا على ماشي غير الكلاب كيفاش كيتعلموا، مي على الانسان كيفاش كيتعلم. موراها بيان سور بافلوف غادي يدي نوبل للطب في عام 1907 على الابحاث ديالو. مبروك السي بافلوف. ما القضيه وقفات غير هنايا وصافي؟ لا السي، هذا الشيء اللي اكتشفوا كيبين لينا حتى الانسان براسو يقدر يتكونديسيونا بطبيعه الحال، ماشي بنفس الطريقه ديال الكلاب ولكن باتباع نفس الخطوات. وهي انك الا ربطتي واحد التريجر واحد في نفس النقطه ديال الدماغ ديالو كل مره سمع ديك الحاجه تقدر تولي عنده نفس رده الفعل. فحال المثال ديال هذا الشخص اللي غادي يستعمل النقطه ديال انه ملي كتسمع الرنه ديال الميساجات غادي تشوف واحد النوتيفيكاسيون بشكل اوتوماتيكي، غادي تشوف واش هاد النوتيفيكاسيون جات لعندي ولا لا. المهم هذه صدقات عندهم. علاش؟ لانهم كلهم كتسمع عندهم نفس النوتيفيكيشن. ودابا واش هذا الشيء يقدر يصلح لكل شيء؟ يقدر يصلح لكل شيء، مي ما كيطبقش على الناس بنفس الطريقه. فهاد الطريقه راه اصلا نعمه عطاها لنا ربي لكل انسان، حيث انها كتحمينا من الحوايج الخطر اللي كطرا لينا في حياتنا. فراه انت ملي كتحط رجلك في الطريق
وغادي تبان لك شي طوموبيل جايه 3000، فواش ديك الساعه غادي تبقى تسنى دماغك وتشاور معاه؟ اجي اش بان لك؟ واش نزيد ولا نرجع للور؟ واش نموت ولا نبقى حي؟ اودي هرب خطف رجلك السي، ارجع السي لك كنتي باغي تزيد معنا شي شويه في هذه الحياه. فهذا ردة الفعل اللي درتيها ديجا تعلمتيها من البيئه فين عايش، وما محتاجش تفكر بزاف باش ديرها، وانما غادي ديرها كردة فعل طبيعيه لهاد الوضعيه اللي تحطيتي فيها، ودماغك غادي ينقذك في هاد الحاله. وحيت ربي مازال نطول ليك في العمر بطبيعه الحال. ونفس الشيء بالنسبه للكلاب اللي الناس كيدربوها، كيديروا واحد الحاجه بلا ما يعرفوا الاسم ديالها، بوزيتيف رينفورسمنت، واللي بخلاصه انك كتكافئ الكلب ديالك ولا اي حيوان ضروري مورا اي حاجه بغيتيه يديرها باش يربطها في الجهاز العصبي ديالو بحاجه زوينه، بحيث كل ما دارها كيعرف راسو بانه كتسناه واحد المكافاه، وهذا الشيء كيخليه يتعلم بالزربه. ونفس الحاجه كطرا مع الدراري الصغار، درتي شي حاجه زوينه هكا هذه ديالك، وحيت ما درتيش التمارين ديالك فراه ما غاديش نجيب لك ديك الشوكولا ديالك اللي كتبغي. وبزاف ديال الابحاث اللي جات مورا بافلوف بدات منه وتطورات. اجي تشوف معايا هنا هاد البروف غادي يدير نفس التجربه في الكلاس، غادي يحط الكاميرا في وسط الكلاس، هو كيدير الدرس ديالو عادي، غادي يقرا كل مره جمل عشوائيه، وكل مره هو كيقرا هاد الجمل العشوائيه غادي يطرى شي حاجه في الاخر ديال القسم، وغادي تبان واحد البنت اللي كتشطح. هذه المره الاولى هذه المره الثانيه Windward slopes. There's a giraffe in the sky. وهذه المرة الثالثة. Tyler, Emery can fly. ودابا شوفوا لي المره الرابعه شحال غادي يدور من واحد، حيت ولف انه يشوف ديك البنت كتدخل تشطح في اخر ديال القيد. Is there a script to this? And we can't tell that they're thousands of feet away. Okay? And then watermelon in the sky. Alright, so وهذا الشيء ما تقدرش ديرو لاي واحد، لان الانسان في التعلم كيختلف من واحد لواحد، وما كنخدموش بنفس الطريقه. وشوفوا معايا هنا هاد الدري شنو غادي يدير لخوه بنفس الطريقه. كل ما تسمع ديك الصوت ديال النوتيفيكاسيون غادي يضربو بورقه مكمشه، وغادي يعاود التجربه 5 المرات. كل مره كتسمع كيضربو وكيتسنى رده الفعل ديالو، ومن بعد 5 المرات في المره الخامسه واخا غادي يخدم النوتيفيكاسيون وما غاديش يضربو بالورقه، والمفاجاه ان خوه غادي يضربو بلا ما يحس. وعلى نفس الطريقه هاد البنت فيما غتبقى تسمع جرين غتبقى تخبي وجهها، والواعره هي اللقطه الاخر. كلمه ديال جرين ولات مديره ليها كابوس. فراه السبيطارات دائما مربوطه في الدماغ ديال اي انسان بالالم ولا بشي ذكرى خايبه، باستثناء الاطباء والممرضين الله يخليهم لينا. اما حنا راه هكذا كنشوفوهم اولا تعلمنا نشوفوهم هكذا. ولا ديك الصوت اللي كتسمعوا عند الدونتيست اللي حتى هو مربوط في الدماغ ديالك بشي حاجه مؤلمه، وردة الفعل الطبيعيه كتكون هكذا ابار اللي ولف. وعاد نزيدوا على هذا الشيء القهوه السمراء محبوبه الجماهير. فراه بزاف غادي تسولهم علاش كتشرب قهوه في الصباح، غيقول لك كتصحصحني كتخليني نفيق، وهو ربطها في دماغه بالفياق، فكل مره كيشربها فراه غادي يفيق، حيت قال دماغه ملي تشرب القهوه خاص تفيق وسالينا. واجي الا شربتي الماء ملي تفيق وقلتي لراسك تفيق، واش تفيق ولا ما تفيقش؟ ومن هنا كنبقاو نسولوا راسنا منين بزاف ديال الحوايج اللي تعلمناهم واللي كنديروهم كل نهار بلا ما نفكروا منين جاو اصلا. Hey Dwight, do you want an Altoid? What do you think? Dwight, want an Altoid? Okay. Altoid? Sure. And Dwight? Dwight? What are you doing? What? I don't know.